اليوم بنسوي مندي بالزعفران العماني، وصفة أسميها أكلة الملوك. نسوي ثقوب في قطعة اللحم. أنا استخدمت فخذ خروف غاوي. للبهارات نطحن شوية زعفران، وهذا الزعفران عماني من قبل الأخضر، بتحصلوه في مطاحن الشرع الوحيدين اللي موفرينه. ريحته وطعمه خرافية. نخلطه مع ملعقة سمن، رشة محترمة ملح، وملعقة فلفل أسود. نخلطهم زين لحتى ما يطلع عنا كريمة زعفران الملوك. ندهن الفخذ من الصوبين ونتأكد انه تغطى على الآخر، وبتشوفوا لون الزعفران بدأ يطلع لما ذاب على الفخذ. نحط كم حبة فحم على صينية فرن وفوقن الفخذ. بعدها نصب شوية زيت على الفحم ونغطي الصينية علشان ندخن الفخذ والزعفران قبل ما نطبخها. كذا النكهة بتوصل للعظم. نشيل الفحم، نغطيها في ورق زبدة وقصدير وعلى الفرن لمدة 5 أو 6 ساعات، ساعة لكل كيلو لحم. ولما يطلع اللحم ذايب ومهتري وماخذ لون التحمير الرهيب، نشيله على جنب علشان نسوي العيش. شوفوا لون المرق الذهبي المتروس زعفران. نصبه على الصفرية مع شوية بهارات صحيحة، وننزل عليهم 3 أكواب عيش يكون مغسول ومنقوع. 3 ساعة وبيطلع عندكم عيش الزعفران اللي ريحته وحدها وجبة. ننزله على صحن التقديم، نحط فوق اللحم، نزين بشوية بصل، ونقدمها مع سحاوق. الزعفران متغلغل لروح اللحم، دايب مثل الزبدة، والعيش شارب كل النكهات الطيبة. وفكرة التدخين قبل الطبخ بكل أمانة رهيبة، لأن اللحم والزعفران شربوا الطعم. وعليكم بألف عافية.